عشان ايه زي ما كنت بقول لكم تتاكل نيه. نعمل برضو تيست على ايه، على البضاعه بتاعتنا اهو ني بقى. تحفه، تحس كده بطعم البحر. مساء الفل عليكم. النهارده هعمل لكم اكله اسمها سيفيتشي. السيفيتشي دي اكله بتتعمل بالسمك، وهي اكله عامه غاليه جدا، يعني دايما بتتقدم في المطاعم الفاين دايننج. هي سهله وصعبه. ليه سهله وصعبه؟ هي بتحتاج 5 حاجات. اول حاجه ان السمك يبقى سمك بحر مش مزارع زي دي. بص دي دنيسه لسه طالعه من البحر، سمك يا بحر مش مزارع. تاني حاجه ان السمك يبقى فريش جدا جدا جدا، يعني ما ينفعش تعمل بسمك بايت. تالت حاجه محتاجه المكان يكون نظيف جدا وكل حاجه نظيفه، لان خلي بالكم احنا مش هنستخدم اي نار في الموضوع، مش هيبقى فيه نار تقتل بكتيريا او حاجه، فلازم كل حاجه تبقى نظيفه. وعشان برضو البكتيريا لازم كل حاجه تبقى بسرعه. دي رابع حاجه. وخامس حاجه لازم كل حاجه تتم والدنيا ساقعه، يعني يبقى في تلج على طول، تلج نضيف ومحطوط فوقيه بوله عشان كل حاجه تتعمل والدنيا ساقعه عشان البكتيريا. فاكرين لما كنت بقول لكم ان السمكه من كتر ما هي طازه ببقى شايف الدنيس كده طالع صاحي، بحس انه عايز يتاكل ني. اهو ده بقى فعلا السيفيتشي. بس السيفيتشي مش ني، هو مطبوخ، بس مطبوخ بالملح والليمون في يا دوبك دقيقتين 3. يلا نشوف. اول حاجه بنجيب سكينه حاميه وبنفلي السمكه. مش مهم نقشرها لان احنا كده كده هنشيل الجلد. اهو اول جنب طلع، واول ما الجنب يطلع قلنا لازم كل حاجه تفضل ساقعه، حتى لو هنسيبه قبل ما نعمل الجنب التاني بنحطه على التلج. ده بقى بنبتديه بالعكس. ادي الجنب اهو، وادي السمكه. دي بقى ممكن نسيبها نعمل بيها شوربه، او في ناس بتعملها تستخدمها في برزنتيشن. احنا هنا مش عايزينها دلوقتي اهو خلصناها. احنا الحته بتاعت البطن هنشيلها برضو. ودلوقتي بقى هنشيل الجلد. اهي هنحطها هنا على طول، على طول على التلج. وادي الجلد اللي بعديه على طول نفس الكلام، هنشيل البطن. ادي الجلد هنرميه. وادي دول هننضف ونقطعهم بعد ما ننضفهم. دلوقتي بقى اهو في التلج هنمسكهم وهم ساقعين كده على طول، نبتدي نقطعهم كده. لازم سرعة، ودايما السمكة تبقى ساقعة. عشان ايه زي ما كنت بقول لكم تتاكل نية. نعمل برضو تيست على ايه، على البضاعة بتاعتنا اهو ني بقى. تحفة، تحس كده بطعم البحر. ناخد دول كده اهم نرجعهم على طول في التلج. والله عايز يعني فعلا عايز اكله ني، مش عايز حتى اطبخه بالملح والليمون. دلوقتي اهو بقى هنجيب ده هنا كده. عندنا بقى بصل متقطع رفيع قوي، فلفل اصفر الوان، فلفل احمر الوان، فلفل حامي، كزبره خضراء، افوكادو، وليمون. هنشوف بقى هنعملها ازاي. اول حاجه هننزل بالليمون، نحط نص كميه الليمون، وبعد كده احط شويه الملح، وبعدين نحط الكميه التانيه عشان ايه يدقوا بالملح. وبعد كده ايه قلبه
وسيبه بقى بالظبط دقيقتين يستوي في الملح والليمون. دقيقتين، ما تزودش عن دقيقتين. هوريكم لونه هيبقى عامل ازاي. دلوقتي فات دقيقتين بالظبط، ابتدى لونه يبيض سنه. ما تستنوش يبيض قوي، لان انت كل ما هتحب السيفيتشي بعد كده هتبقى عايزه ما يتطبخش خالص، عايز تدوق طعم البحر وطعم السمك. فانت مش حاجه حلوه انك تطبخه وتضيع طعمه، احنا عايزينه يبقى فريش. فهو كده حلو، ابتدى هو يبيض. لو سبته هيبيض خالص يبقى كانه استوى. هنجيب ليمونه نبشر البشر، بس ما نخشش على الابيض، الاصفر بس، مش كتير يعني، ربع ليمونه. اول حاجه هنحطها البصل، واقلب عشان البصل كمان يستوي بالملح والليمون. نحط فلفل اصفر الوان متقطع، مش عايزين الحته اللي جوه الفيليه بس، الحتت الناشفه. شويه كزبره خضراء، شويه فلفل حامي، وفي الاخر شويه افوكادو. حطينا كل حاجه، نقلب. دلوقتي بقى جه وقت البرزنتيشن. هنجيب طبق، نحط كده، ريحه فظيعه. شايفين الميه اللي بتفضل دي بيسموها تايجر صوص. تايجر دي بقى احلى حاجه. يلا بقى يا جماعه ندوق. تعالوا اتفضلوا معانا. ناخد كده ايه، شوكه فيها كل حاجه، بصل وافوكادو وسمك وكزبره. تحفه تحفه. انا اظن لو جربتوها محدش هياكل السمك مستوي تاني، محدش هياكله مستوي تاني خالص. تحفه، جربوها مش هتندموا خالص. يلا باي باي.